عايشين على نظام المقايضة وساكن فيها 400 شخص بس، وبتستقبل زيهم الليلة الواحدة فيها من 200 ل 3000 دولار. مفيش تليفونات ولا مدارس، والأكل بيجي لهم كل أسبوعين. جزيرة لورد هاو في استراليا من عجائب الدنيا. يا ترى إيه شروط دخولها وليه ما عندهمش زحمة وعايشين على إيه؟ تخيل معايا كده في جزيرة في استراليا اسمها لورد هاو، شكلها يخليك تحس انها معمولة مخصوص للسياحة. جبال خضراء، شواطئ رملية بيضة زي السكر، ومية صافية مليانة أسماك من كل الألوان. أي حد يشوف الصور يقول خلاص دي هتبقى زي شرم الشيخ في رأس السنة. بس المفاجأة لا خالص، الجزيرة ماشية بعكس كل الدنيا. الجزيرة دي بعيدة عن الساحل الشرقي لأستراليا بحوالي 600 كيلو، وساكن فيها مش أكتر من 400 بني آدم. يعني لو قعدت على الشاطئ مش هتسمع غير صوت البحر والعصافير. مفيش زحمة، مفيش عياط عيال، مفيش عربيات، مجرد هدوء ونقاء يخليك تحس إنك في فيلم وثائقي. واحدة من السكان اللي هناك اسمها ليزا ماكيتي، ست من الجيل السادس اللي اتولدوا هناك وعندها فندق صغير، وبتقول اللي مش موجود هنا هو سر جمال الجزيرة. مش لازم نبقى أكبر ولا أفضل، إحنا مختلفين وبس. القصة بدأت من أكتر من 40 سنة لما السكان قرروا يحطوا حد أقصى لعدد السياح، 400 زائر وبس. في نفس الوقت ازاي ببساطة قللوا عدد الأسر المتاحة في الفنادق؟ اللي بيجي لازم يحجز بدري، ومش أي حد يقدر يدخل. النتيجة الجزيرة لسه زي ما هي، طبيعية نقية وحياة بحرية مفيش زيها في أي مكان. علشان كده اتصنفت من اليونسكو سنة 1982 كموقع تراث عالمي. واحد من مجلس الجزيرة اسمه دارسين ماتسوني قال احنا عاملين نظام زائر قدام كل ساكن، وده قلل التأثيرات البيئية وخلى تجربة أهدى. طيب لو حبيت تروح، الموضوع مش سهل. الطيران محجوز لحد سنة 2026، وتذكرة الطيران ممكن توصل ل 666 دولار، ولسه الإقامة. في الموسم العالي الليلة لشخصين بتبدأ من 200 دولار وبتوصل ل 3000 دولار. الطبيعي إن أي حد يفكر يوسع ويعمل فنادق جديدة، بس السكان شايفين إن ده مفهوم غريب. معظمهم عائلات من القرن ال19 عايشين بنفس النمط اللي ورثوه، ومقتنعين إن الحفاظ على البساطة أهم من أي فلوس. الجزيرة طولها 7 أميال، بس فيها حاجات تخليك تندهش: غابات مطيرة نادرة، وشواطئ مليانة طيور بحرية لطيفة. كمان الجزيرة مشهورة بشجرة النخيل كينيتيا اللي بيتباع منها شتلات في العالم كله. أما عالم الطبيعة إيان هوتون فبيقولك الحياة هنا زي ما تكون بتتفرج على فيلم لديفيد آتنبورو. الموضوع أبسط مما تتخيل، أي شاطئ هتوصل له في دقايق مشي أو بالعجلة. عايز تغوص الشعاب المرجانية على بعد دقايق بالقارب، مش زي الحاجز المرجاني العظيم اللي محتاج ساعات سفر. المية فيها أكتر من 500 نوع سمك، والمكان الأشهر هناك اسمه هارم بول، أطول مدخنة بحرية في العالم، مكان خيالي للغطس والغواصين. الجزيرة ماشية على نظام صارم، أي زائر بيتفتش قبل ما يدخل علشان ما يدخلش معاه أي كائن يبوظ التوازن البيئي. في 2019 عملوا حملة نجحت في القضاء على الجراد والفئران، والنتيجة طيور نادرة زي الدجاجة الخشبية عددها زاد 10 أضعاف. رغم كل ده في أزمة تانية، التغيير المناخي. الحرارة العالية والعواصف المتكررة بدأت تأثر على المرجان والغابات السحابية. لحد السبعينيات الوصول للجزيرة كان بس بالطيارة المائية، مفيش تليفون، مفيش إنترنت، حياة بسيطة وهادية. لحد النهارده مفيش شبكة محمول، كله بيشتغل بالواي فاي المنزلي. الأولاد هناك ما عندهمش مدرسة ثانوي، يا إما يتعلموا عن بعد يا إما يسافروا مدارس داخلية. الإمدادات بتيجي بمركب كل أسبوعين. المعيشة غالية، بس الناس بيعوضوا ده بالزراعة والمقايضة. رغم كل الصعوبات السكان فخورين بفلسفة القليل هو الكثير. 80% من كهربتهم من الطاقة الشمسية، وكل حاجة بتتعمل لها إعادة تدوير. حتى الفنادق بتركز على أدق التفاصيل، إن يعيدوا استخدام أدوات النظافة وكبسولات القهوة.